اولا ده معيار كيلو دقيق، كيلو واحد دقيق حطينا عليه معلقة ملح. ونيجي برضو حبة ينسون، نقول معلقة 2، ومعلقة شمر، منكترش يعني، بسيط، عشان المثل بيقولك ان زاد عن حده انقلب الى ايه، الى ضده. ونقلب كده الحاجة الجافة كلها في بعضها. نحط الخميرة في الكوباية، كيس خميرة بودر. نحط عليه يا جماعة حبة سكر، ونروح جايبين حبة لبن دافين عليه. هو اللبن دافي يعني مش ساقع من التلاجة. ونقلبه في بعضه، الخميرة باللبن بمعلقة صغيرة سكر، ونسيبها تخمر. نغطيها. نعاير سمنتنا. انا جايبه كوبايه اهي، الكوبايه اللي هنعاير بيها السمنه هي نفس الكوبايه اللي هنحط بيها اللبن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي سخنه السمنه شويه، لازم تكون سخنه يا جماعه. وايه، تبعدي من جنبك الاولاد الصغيرين والاطفال، وخلي بالك يعني من نفسك. معلقه كوبايه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط ايه، كوبايه لبن نلم العجينه. نفس الكوبايه اللي عيرت بيها السمنه، نحط على الدقيق كده. بسم الله. ونشوف ايه العجينه، لو عايزه سمنه عايزه دقيق. لا، هي مش هتعوز سمنه. نحط الخميره. بص الخميره يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. نحطها عليها. نحاول ان احنا نعجن بقى، مش نعجن يعني نبس، بحيث هو مش عيش. نسيبها بقى ايه، تخمر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما العجينه خمرت يا جماعه، حطيتها في كيس عشان هبتدي ان شاء الله ايه اشكلها. اللي عاوز يحط ساده يحط، واللي عاوز يحشيها عجوه. العجوه هي درسها بالسمنه، معلقه سمنه. حط العجوه، تبقى منها فايدة للأولاد اللي هما بيروحوا المدرسة، وحاجة مغذية يعني. اهي رصها كده بقى. بعد ما خلصت الحمد لله وحشيته العجوة بتاعته،
وهحطه في الفرن حاليا دلوقتي على درجة حرارة 180، يقعد حوالي تلت ساعة في الفرن. يعني انتي تابعيه. هو كده يا جماعة استوى. اللون مغمقش عن كده لان هو كده سواه كويس جدا. وبصوا اهو الشكل اهو من تحت، وحاجة بسم الله ما شاء الله يعني، والف هنا. رجاء بقى تعملوا لي لايك بقى وتعليقات كده من الحلوين حبايبي.